انا استكترت على بنتي عيشتها. بتقول انها استكترت على بنتها عيشتها. بمعنى ايه؟ ان الام كانت من وهي صغيره عايشه عيشه صعبه. بتقولي انا من يوم ما اتجوزت وانا عايشه عيشه صعبه بجد. جوزي كان راجل موظف على قد حاله، معهوش امكانيات ماديه كبيره، ما كانش عارف يعيشني الحياه اللي المفروض كنت بتمناها وبعيشها، لحد ما ربنا افتكره وابتديت انا اربي ولادي. ربيت ولادي وعلمت ولادي، وكنت حاسه طول الوقت ان انا نقمه على حياتي، حاسه طول الوقت ان انا مظلومه، انا ما خدتش حقي، لحد ما بنتي الكبيره ابتدى يجيلها العرسان. في حاجه جوايا كانت غصب عني بتخليني مش قادره اوافق على اي عريس كويس. كنت ساعات بحس ان انا بحسد بنتي. طبعا انتوا هتستغربوا، هو في ام بتحسد بنتها؟ انا كنت الام اللي بتحسد بنتها، كنت بحسدها غصب عني. كنت بحس ان انا ليه انا مش، ربنا ما كتبليش ان انا يجيلي بدل العريس 3 و4 زي بنتي. انا بنتي احلى مني بمراحل، والناس كلها كانت شايفه ده، وكانت شايفه ان بنتي احلى مني بمراحل. وكنا دايما لما بنتقابل في مكان كانت الناس بشوف في عينيها اعجاب ببنتي غريب جدا، على الرغم ان هم ما بيشوفونيش. مع ان في العادي الام دايما هي اللي الناس بتتكلم معاها وبعد كده يهتموا بولادها. انا كنت العكس. بنتي لما كانت تظهر معايا الناس كانت بتنساني، كانت خفيفه الدم ولطيفه وشكلها حلو، والله كنت بحبها وبحبها جدا، دي بنتي. بس ده غصب عني لحد ما بنتي اتجوزت. من يوم ما اتجوزت وكل ما كنت اروح لها زياره كنت احس ان انا متضايقه متغاظه. دلع جوزها كان زياده عن اللزوم، مفيش طلب بتطلبه الا كان بيتنفذ، وانا كنت بحس ان انا حاسه ان انا متغاظه وغيرانه. ليه؟ اشمعنى؟ هو انا ليه ما عشتش الحياه دي؟ حتى كان غصب عني بلاقي نفسي لساني بينطق وافضل اقول له ما تدلعهاش قوي كده، ما تزودش العيار قوي كده، ايه المشكله يعني لما ما تجيبش الحاجه الفلانيه؟ يعني ايه تبقى داخل ب4 5 اصناف فاكهه، هو صنف واحد كفايه؟ بنتي تبص لي وتبرق لي، تبص لي وتبرق لي، وانا الاقي نفسي فعلا خدت بالي بس في الاخر خالص وابتدي اقول انا مش قصدي يا بنتي، بس ده سفه يا بنتي، ما ينفعش كده، اعملوا حساب لبكره. بس الحقيقه ان انا ما كنتش بنصحهم عشان بكره. الحقيقه ان انا كنت بجد ببقى شايفه ان بنتي كتير عليها اللي هي عايشاه ده. كنت بستكتر على بنتي الحياه، وبنتي كانت بتلاحظ ده كتير، وكتير نبهتني، وكتير قالت لي يا ماما طريقه كلامك دي مش صح، حتى لو عايزه تنصحينا انصحيني انا، لكن ما تستنيش جوزي لما يظهر وتبتدي تقولي له. برضو قبل كده بتقولي من ضمن المواقف اللي خليت بنتي تندم قوي انها خدتني معاها كان في مصيف. خدتني المصيف وجوزها ربنا كان ساعده وكرمه وقعدنا في مكان حلو جدا، لكن انا طول الوقت كنت اشوفهم بيهزروا مع بعض ابقى بصلهم بغيظ واقعد اقول اشمعنى انت يا بنت المحظوظه، اشمعنى انت حصل لك حاجات ما حصلتليش، وابقى باصه لبنتي. الناس كانت تحس ان انا مش امها، ان انا مرات ابوها، بس غصب عني. انا حاسه اني ما عشتش حياتي، انا عشت طول عمري بربي فيها وفي اخواتها، اشمعنى ما حصليش اللي بيحصل لها، وجوزها يشيلها ويدلعها ويحضنها وانا قاعده باكل في نفسي. واول ما طلعوا من البحر بقيت اقول لهم شوفوا ولادكم، انا مش هقعد لكم بالعيال تاني، انا ماليش دعوه، هو انت مش جايبيني هنا داده. بنتي بقت تقولي طب اهدي يا ماما اهدي، ما حصلش حاجه لكل ده، ايه المشكله يعني ما انت جدتهم؟ اقول لها لا انا مش جده حد، ابقوا اقعدوا انتوا بولادكم. طبعا بنتي فضلت قاعده وجوزها استغرب جدا وقال لي ولا يهمك خلينا نقعد انا وانتي مع العيال مفيش مشكله. وفضلوا يلعبوا قدامي بالرمله وهو وعيالهم، وده غزني اكتر. يعني انا قصدي اضايقهم وافرقهم، الاقي الاتنين طلعوا وتصالحوا مع الموقف وما كانش حاجه حصلت. لحد ما بنتي ابتدت تلاحظ وابتدت تاخد بالها وبقت تقول لي يا ماما لو سمحتي انا حاسه كده ان انت مش مرتاحه ومش مريحاني، ومنين ما بتظهري في حياتي بيحصل لي مشاكل. طبعا انا بنكر وبنفي وبقول لها بيحصل لك مشاكل ليه يا بنتي، هو انا بعمل لك ايه يعني؟ قالت لي صراحه انت بتقعدي تقومي جوزي عليا من تحت لتحت، ولولا ان جوزي بيحبني كان زمانه اتاثر جدا باللي انت بتقوليه. طبعا انا بنكر وبنفي، لكن دلوقتي لما بنتي بحس ان انا عايزه اروح لها واتصل اقول لها اني جايه لها، الاقيها بتتهرب مني، والاقيها مش عايزاني، والاقيها بتتحجج انها مش موجوده وعند اهل جوزها، وانا ببقى عارفه انها موجوده. لدرجه ان في مره رحت من غير ما اقول لها وخبطت وكنت سامعه صوت العيال وما رضيتش تفتح لي. بنتي حرمت بيتها عليا. انا مش عارفه اعمل ايه في نفسي، انا فعلا حاسه طول الوقت باحساس غريب، احساس جوايا بيخليني
ابقى مستكتره الفرحه على اي حد، مستكتره الخير في اي حد. طب اشمعنى انا اللي اتظلمت؟ اشمعنى انا اللي حياتي خلصت مع راجل ما كانش حيلته حاجه وفي الاخر مات واتكل على الله وساب لنا المسؤوليه؟ اشمعنى؟ انا بحب بنتي جدا وعايزاها تتهنى، لكن ده احساس غصب عني ومش عارفه اعمل فيه ايه. دي كانت قصه كده لست بعتها لي، وانا ما كنتش اتخيل انها تعترف بالطريقه دي. طول عمري او طول الوقت اللي واخدين عليه ان البني ادمين بيتكلموا عن اللي بيحسدوهم، لكن عمري ما تخيلت ان انا حتى هيكلمني الحاسد هو اللي هيكلمني. يعني انا طول الوقت عارفه ان اللي بيتكلموا المحسودين، انا اتحسدت، انا فلانه بتحسدني، فلانه مستكتره عليا، موضوع الاعمال والجن والسحر برضو مسيطر على ناس كتير، دول دايما اللي بيتكلموا، المأذي هو اللي بيتكلم. لكن ما كنتش اتخيل ان تبعت لي ست هي اللي مؤذيه، هي اللي عندها مشكله، هي اللي بتأذي بنتها. برضو الغريب بالنسبه لي ان هي بتعمل ده مع بنتها. واكتشفت ان احيانا الابتلاء بيجي من البني ادم نفسه، بيكون هو المبتلى بابتلاء عظيم ومش قادر يتنصل منه ومش قادر يتخلص من العيب الشديد اللي عنده. يعني الست دي معترفه ان عندها مشكله، ومعترفه ان هي كانت سبب في فساد حياه بنتها، ودلوقتي هي بتتهم بنتها بعدم البر، وبتقول لي بنتي بقت تقعد بالشهور ما تسالش عليا، ولما تجيلي بقت تقلع دهبها مخصوص قبل ما تجيلي، ولما تجيلي بقت تلبس هدوم مش حلوه قبل ما تجيلي، وتلبس عيالها هدوم مش حلوه، عشان دايما يبقى باين ان هم حياتهم مش حلوه، من كتر ما انا بقت واخده بالي من كل تفاصيل. واقول لها هو جوزك جاب لك الخاتم ده امتى؟ انت ما كنتش لابساه قبل كده، حلوين الغوشتين اللي في ايديكي دول، ده الطقم اللي انت لابساه هياكل منك حته. بتقولي انا زعلانه ان بنتي بقت تخاف مني. هي ليها حق، بس هي لو بصت من منظور تاني هتعذرني. انا ما عشتش حياتي، انا ما اتهنتش، انا ما حسيتش ان انا يعني عشت زي كل الناس. انا على فكره مش بس ببص لبنتي، انا ببص لجيراني وببص لاصحابي وببص لاي حد بحس انه حياته احسن من حياتي. الرد واللي انا متاكده منه ان الست دي ما عندهاش الرضا. الرضا دايما ملخص للسعاده. البني ادم اللي عايز يبقى سعيد ما ينفعش يعمل اي شيء غير انه يرضى، ما يبقاش يعني ما عندوش اي وسيله تاني يقدر يتصالح بيها مع الحياه غير الرضا. اللي راضي هيكون سعيد، اللي راضي مش هيبقى حسود، اللي راضي هيبقى بني ادم طبيعي جدا وما عندوش مشاكل. فانا طبعا وجهت لها الرساله وبوجهها لحضراتها ليها قدامكم، عايزاها تعيد تاني صياغه مفهومها للحياه. هي طول الوقت شايفه نفسها مظلومه، وكتير على فكره ناس يا جماعه عندهم المشكله دي. احنا اتظلمنا، احنا ما عشناش حياتنا. طيب اللي ظلمك ده مين؟ مين اللي ظلمك؟ على فكرة احنا لازم نتأدب مع الله، لأن كتير قوي بنتطاول واحنا طول الوقت بنشتكي. هو مين اللي ظلمك؟ يعني انت لما اتجوزتي راجل على قد حاله، مين اللي ظلمك؟ حد قاصد انه يجوزك فلان ولا انت اخترتيه ونصيبك عند ربنا؟ ولما ربنا افتكر ومات، مين اللي ظلمك؟ محتاجة ان انت تتأدبي مع الله اكتر من كده.